يقول هذا: هل العجلة في طلب العلم مذمومة أم محمودة؟ العجلة وهي طلب الشيء قبل حصول وقته مذمومة، حتى في طلب العلم. طالب العلم يحتاج إلى وقت طويل حتى يجمع شيئا من العلم، فالعجلة بأن يريد أن يصبح من العلماء في سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 10 سنين أو 20 سنة، هذه مذمومة، وهي إما أن توقعه في الملل وترك طلب العلم، وإما أن توقعه في أن يظهر نفسه قبل أن يشهد له أهل العلم بهذا، فيهلك بهذا الأمر هلاكا معنويا. العجلة في طلب العلم بأن يستعجل طالب العلم أن يصبح مدرسا أو يصبح مفتيا، هذه مذمومة وتقود إلى شر. أما الإسراع في الخيرات فهذا مطلوب، والإسراع معناه بذل الممكن لفعل الخير، وهذا معنى قول بعض أهل العلم: العجلة في كل شيء مذمومة إلا في الخير. وقد ثبت بذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أتذكر لفظه الآن، لكنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. فالمقصود هنا هو الإسراع إلى الخيرات، أن نتسابق إلى الخيرات، ألا نكسل، ألا نترك غيرنا يسبقنا إلى الجنة، بل نكون دائما مشمرين، دائما مسابقين، دائما مسارعين إلى الخيرات ما أمكننا على وفق القواعد الشرعية، فنأخذ من الأعمال ما نطيق، ولا نحمل أنفسنا ما لا نطيق، لكن لا نكسل عما نطيق. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فنحرص على أن يكون لنا من العمل الصالح المستحب ما يدوم ولو كان قليلا، ولا نفرط في هذا الأمر. وكذلك في العلم أن نسارع ونسابق ونجتهد ونبذل الأسباب، فهذا مطلوب وليس مذموما. نعم.